السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى جميع المتابعين. اليوم أقدم لكم شرح حول حظر المواقع الإباحية عن طريق الراوتر والحفاظ على سلامة الأهل. طبعا مثل ما تشوفون قبالكم هذا الراوتر، عندما تدخله تروح على كلمة DHCP، تضغط عليها تروح على آخر وحدة، ذن آخر حقلين. طبعا آخر حقلين راح تلقاهن على شكل صفارة، هالشكل راح تلقاهن. آخر حقلين راح تلقاهن هالشكل. انت شو تسوي؟ تمسح ذن الحقلين. طبعا تلقاه هيج، هذا الخيار تسوي enable. اول واحد اختار على مود شنو يتفعل الاي بيات اللي راح تخليها. طبعا الاي بيات مثل ما تشوفوها 192.168.192.50. الاي بي الثاني 192.194.194.50. بعد ما كتبتهن تنقر على كلمة سيف. طبعا ايش راح يطلع عندك؟ يطلع عندك كلمة ريبورت هنا زرقاء، لان انا مسيفة ما قال ريبورت، لان مسيفة اني. تطلع لك هيك تقول له موافق، تطلع هنا كلمة ريبورت هنا زرقاء، تضغط عليها تنتظر شوية راح يحمل لك. يحمل ويعني رست الراوتر، وبعدها تقدر تفحص. هسه نفحص لنا موقع مثلا. نشوف هذا الموقع. طبعا ظل بس يبحث صافن، وراح يطلع عندنا خطأ مثل ما تشوفون. هسه دا يبحث لحد الآن، هو ما فتح موقع. يطلع عندك error مثل ما تشوفون، غير مسموح بالموقع الويب. يطلع عندك هذا. نشوف مثلا اي موقع ثاني، نشوف مثلا يوتيوب، دوس انتر. عندك موقع اليوتيوب يشتغل ما يبي شيء، باستثناء المواقع الإباحية. شكو موقع إباحي تصنف بهذه الآي بيات طبعا ما راح يفتح، وهذا يفتح أي برنامج أو أي موقع يفتح، ماكو مشكلة، باستثناء المواقع الإباحية. أتمنى فاتكم الشرح، ولا تنسون الاشتراك بالقناة، وشكرا لكم ومع السلامة. أي استفسار راسلونا.